عمرك صحيت من النوم وأول حد جه في بالك كان شخص معين؟ فضلت تستنى منه رسالة أو مكالمة أو حتى لايك على منشور؟ ولو اتأخر عليك شوية في الرد قلبك يقعد ياكلك وتبدأ تفكر وتسأل نفسك: هو زعلان مني؟ هو اتغير عليا؟ هو بقى بيحب حد غيري؟ ولو رد عليك تحس ان الدنيا رجعت ألوان، ولو ما ردش تحس ان الدنيا كلها اسودت في وشك. لو الكلام ده حصل معاك فاستنى معايا للآخر، لأن اللي انت حاسس بيه ممكن ما يكونش حب، ممكن يكون تعلق عاطفي. والنهاردة هنتكلم عن التعلق العاطفي بطريقة بسيطة جدا، وهتعرف ازاي تفرق بينه وبين الحب الحقيقي، وليه بيخلينا نتوجع بالشكل ده، وازاي نتخلص منه. خلينا نسأل نفسنا الأول، يعني ايه تعلق عاطفي؟ التعلق العاطفي ببساطة انك تربط راحتك النفسية وسعادتك بشخص واحد. يعني مزاجك يبقى متعلق بالشخص ده او بوجوده، تبقى كويس لما يكون حواليك وشايفه قدامك او بتسمع صوته. لو الشخص ده بعيد عنك تحس بضيق وخنقة. لو مهتم بيك تلاقي نفسك في غاية السعادة. لو انشغل عنك شوية تحس ان الدنيا وقفت. المشكلة هنا مش في الحب، كلنا بنحب وكلنا بنتعلق بأهلنا وصحابنا والناس اللي بنحبهم، لكن المشكلة لما الشخص ده يبقى هو مصدر سعادتك الوحيد، وكأن حياتك كلها بقت واقفة على الشخص ده. وأول علامة من علامات التعلق العاطفي إنك تفكر طول الوقت في الشخص ده. وما اقصدش التفكير اللي بيجي شوية وبيروح شوية، لا، التفكير اللي طول الوقت حرفيا، وانت نايم بتفكر فيه، وانت صاحي بتفكر فيه، شغال بتفكر فيه، قاعد مع اصحابك برضو بتفكر فيه، حتى وانت بتحاول تنساه بتلاقي نفسك غصب عنك بتفكر فيه. الشخص ده بيبقى واخد مساحة اكبر من حجمه الطبيعي جوه دماغك. تاني علامة الخوف. الخوف المبالغ فيه من انه يسيبك. اي خلاف صغير يحسسك ان العلاقة هتنتهي. اي تأخير في الرد بيخليك دايما قلقان ومتوتر. اي تغيير بسيط في كلامه بيخليك تسأل نفسك 1000 سؤال، وده لانك مش خايف على العلاقة، انت خايف تخسر الاحساس اللي الشخص ده بيديهولك. تالت علامة انك بتتنازل كتير اكتر من اللازم. تسكت على حاجات بتضايقك، وتوافق على حاجات مش مقتنع بيها من الاساس، وتقبل معاملة اقل من اللي تستحقها بس عشان الشخص ده يفضل موجود جنبك وفي حياتك. وده واحد من اخطر اشكال التعلق. طب ايه الفرق بين الحب والتعلق؟ ناس كتير فاكرة ان التعلق هو دليل الحب، بس الحقيقة لا، وخطأ طبعا. الحب حاجة والتعلق حاجة تانية خالص. الحب بيقول انا سعيد بوجودك في حياتي، اما التعلق بيقول انا مش عارف اعيش من غيرك. الحب فيه راحة، التعلق فيه خوف. الحب فيه ثقة، التعلق فيه قلق. الحب بيخليك قوي، اما التعلق بيخليك ضعيف قدام اي تصرف من الطرف التاني. ليه بنتعلق اصلا؟ السؤال المهم هنا، ايه اللي بيخلي انسان يتعلق بشخص بالشكل ده؟ في اغلب الاحيان الموضوع مش بسبب الشخص ده، الموضوع بيكون جوانا احنا. ممكن يكون عندك فراغ عاطفي، ممكن تكون مريت بتجارب صعبة، ممكن تكون اتخذلت قبل كده، ممكن يكون تقديرك لنفسك ضعيف، فأول ما حد يديلك اهتمام أو حب تتمسك بيه جدا، وكأنك لقيت طوق نجاة فتخاف تسيبه. أخطر حاجة في التعلق إنك مع الوقت بتخسر نفسك، بتفقد نفسك سنة سنة. تلاقي حياتك كلها بقت حوالين شخص واحد، أخبارك مرتبطة بيه، ضحكتك مرتبطة بيه، حزنك بقى مرتبط بيه، حتى قراراتك مرتبطة بيه. وفجأة تكتشف انك نسيت نفسك تماما، ونسيت احلامك، ونسيت حياتك. ازاي بقى تخلص من التعلق العاطفي؟ اول خطوة لازم تعترف ان انت عندك
تعلق، لان طول ما انت مقتنع ان ده حب عظيم ومستحيل تعيش من غيره هتفضل في نفس الدايرة. تاني خطوة، ارجع لنفسك، ارجع لهوايتك، لأصحابك، لشغلك، لأهدافك. افتكر ان كان ليك حياة قبل الشخص ده، ولازم يبقى ليك حياة بعدها كمان. تالت خطوة، انك تبطل مراقبة. بطل تدخل تشوف اخر ظهور، بطل تراجع كل كلمة قالها لك. كل ما راقبته اكتر اتعلقت اكتر واكتر. وبرابع خطوة، اشتغل على ثقتك بنفسك. افهم ان قيمتك مش مستمدة من اي حد. انت مش محتاج حد يختارك علشان تبقى شخص مهم، لان انت مهم بالفعل. وعايزة اقولك حاجة مهمة جدا، الشخص اللي بتحبه ممكن يكون جزء جميل من حياتك، لكن ما ينفعش يكون حياتك كلها، لان اول ما تربط سعادتك بانسان هتعيش طول الوقت خايف. وخليك دايما فاكر، الحب الصحي بيخليك حر، اما التعلق بيخليك اسير. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو اكتب في التعليقات هختار نفسي الاول، عشان تفكر نفسك دايما انك تستحق حب يطمنك مش حب يتعبك.